قال لي هشام ابن يحيى الكناني هشام ابن كلالي اندي على سأحدثنك حديثا بأيني أيهوت النجر لوراه وشهدته بنفسي راسي بأيني تملكتك تنكستت. قلت حدثني يا أبا الوليد. أوراني أبا الوليد هوي ألكت. قال غزونا أرض الروم ودارو مدر زمتنا لين سنة 38 بسلاسة سمنتنيو آمة هجرة. وكنا رفقة من أهل البصرة يبصرنا يجزرا سوچن تغورين تنبر زمتنو. وكنا نتناوب الخدمة خدمانا تبقى ترى بترى نسرا نبر وإعداد الطعام مقب مازدقاجتم جمر. كان معنا كنيا غار رجل يقال له سعيد ابن حرب يمبال سو نبر ذو حظ من عباده بإبادة وتأنكار ينبر يصوم النهار ويقوم الليل قانون يميصوم الليل يمسجد. وكنا نحرص على تخفيف النوبة عليه لطول قيامه سراو لنا قللت انمكر نبر ليلت سلميقوم وكثرة صيامه صوم سلميابزا فكان يأبى جن أنبيل نبر إلا بالقيام بكل المهمات ኃላፊነትን እስካልተወጣው ድረስ وما ይያለ رأيته في ليل ولا نهار ሌሊትም ሆነ ቀን አይቼው አላውቅም إلا في حالة جد واجتهاد በትግልና በቁም ነገር ቢሆን እንጂ فأدركني وإياه النوبة ذات ليلة في الحراس በአንድ ሌሊት እኔና እሱ የጥበቃ ተራ ደረሰን وكنا قد حاصرنا حصنا من አንዱ حصون ምሽግ الروم ከበን ነበረ ከሩሞች ምሽግ فاستصعب علينا ከብዶንም ነበር فرأيت من سعيد في تلك الليلة አየሁኝ የዘለልት የሰኢድን من الجلد والصبر على العبادة ኢባዳ ላይ ያለውን ጥንካሬና ትዕግስት ما جعلني أحتقر نفسي ራሴንም ድንቅ እስኪላይ ድረስ إنه فضل الله يؤتيه من ይሄ يشاء የአላህ ችሮታ ነው ለፈለገው የሚሰጥ فلما أصبح الصباح ولم ينم ንጋቱ በነጋ ጊዜም አይተኛም قلت له خفف على نفسك እኔም አልኩት ለነፍስህ ቀለል አድርግላት فلنفسك عليك حق ነፍስህም እኮ ሐቅ አላት والنبي صلى الله عليه ነብዩ وسلم መሐመድ يقول ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብለዋል اكلفوا من العمل ما ከሥራ تطيقون የምትችሉትን ስሩ فقال لي يا أخي አለኝ ወንድሜ ሆይ إنما هي أنفاس تعد የተወሰኑ የሚቆጠሩ እስትንፋሶች ነው ያሉ وعمر يفنى የሚያልቅ ዕድሜ وأيام تنقضي የሚያልፍ ቀናቶች وأنا رجل أنتظر الموت في أي لحظة እኔ ደግሞ በየትኛውም ጊዜ ሞትን የምጠባበቅ ሰው ነኝ فبكيت لجوابه መልሱ አስለቀሰኝ ودعوت الله لي وله ለኔም ለሱም እገዛና ጽናትን አላህን ለመንኩት ثم قلت ከዛም አልኩት نم قليلا لتستريح አረፍ እንድትል ትንሽ ተኛ فإنك لا تدري ما يحدث من የጠላት أمر ነገር العدو ምን እንደሚፈጠር አናውቅምና فنام تحت ظل አንድ خيمته ድንኳን ጥላ ስር ተኛ وتفرق أصحابنا في أرض المعركة ጓደኞቻችንም በጦሩ ሜዳ ተበታተኑ وأقمت في موضع أحرس رحالهم وأصلح እኔም طعامهم ጓዛቸውን የጠበቅኩና ምግባቸውን እየሰራሁ ቦታው ላይ ቀረሁኝ فبينما أنا كذلك በዚህ ሁኔታ ላይ እያለሁ إذ سمعت كلاما يأتي من ناحية ከድንኳኑ الخيمة በኩል የሚወጣ ድምፅ ሰማሁኝ فعجبت ተገረምኩ فليس هناك إلا سعيد نائم ከተኛው ሰኢድ ውጭ ማንም የለም ظننت أن أحدا قد جاءه ولم ምናልባት ሰላዩ የመጣ ሰው አለ ብዬ አስቤ فذهبت إلى جانب الخيمة ወደ ድንኳኑ ዘንድ ሄድኩ فلم أرى أحدا ማንም የለም وسعيد على حاله نائما ሰኢድ እንደነበረ ተኝቷል إلا ብቻ إنه كان يتكلم في ተኝቶ نومه ويضحك እያወራና ይስቅ ነበር أصغيت إليه አደመጥኩት وحفظت كلامه የሚለውንም ሸመደርኩ ثم مد يده وهو نائم كأنه يأخذ شيئا ከዛም በተኛበት የሆነ ነገር እንደሚያይ እጁን ዘረጋ ثم ردها بلطف وهو ከዛም يضحك ቀስ ብሎ እየሳቀ መለሰው ثم قال ከዛም አለ فالليلة إذن እንግዳውስ ዛሬ ሌሊት ثم وثب من نومه واستيقظ ከዛም በድንጋጤ ከመኝታው ተነሳ وهو يرتعد خائفا በፍርሃት እየተንቀጠቀጠ فاحتضنته إلى صدري ወደ ደረቴ ማስጠግቼ አቀፍኩት حتى سكن وهدأ እስኪረጋጋ ድረስ وجعل يهلل ويكبر ويحمد الله ከዛ ላኢላሃ ኢላላህ አላሁ አክበር አልሐምዱሊላህ ይላል فقلت ما شأنك ምን ሆነህ ነው አልኩት فقد رأيت منك عجبا የሚያስገርም አይቼብሃለሁ وسمعت منك عجبا የሚያስገርም ነገር ሰምቼብሃለሁ فحدثني بما رأيت ያየኸውን ነገር ንገረኝ አልኩት قال اعتني من ذلك አልፈልግም ይቅርታ አለኝ فذكرته حق الصحبة በጓደኝነታችን ሐቅ ያስኩት وقلت لعل الله ينفعني بما تقول አልኩትም ምናልባት አላህ በምትናገረው ቃል ይጠቅመኝ ይሆናል فحدثني عما رأى في منامه በህልሙ ያየውን ነገረኝ قال አለኝ جاءني رجلان ሁለት ሰዎች ወደ እኔ ዘንድ መጡ
لم أرى قط مثل صورتهما የእነሱን كمالا ምስልና ውበት አይቼ አላውቅም። فقال أبشر يا سعيد አሉኝ ሰይድ ሆይ አይዞህ أبشر يا سعيد አይዞህ ሰይድ ሆይ አሉኝ። فقد غفر ذنبك ወንጀልህ ተምሮልሃል፣ وشكر سعيك ሩጫህም ተመስግኖልሃል፣ وقبل عملك ስራህም ተቀባይነት አግኝቷል፣ واستجيب دعاؤك ዱዓህም ተቀባይነት አግኝቷል፣ وعجلت لك البشرى في حياتك ብስራትህም በህይወትህ ተደርጎልሃል። فانطلق معنا حتى ترى ما أعد الله لك من النعيم ና ከኛ ጋር ሂድና አላህ ያዘጋጀልህን ጸጋ ተመልከት قال فأتينا على حور وقصور አለ። ወደ ሁረል አይኖች ሄድን፣ وجواري وغلمان وأنهار ሴቶችና وأشجار ወንዶች ያሉበት ዛፎችና ወንዞች فأدخلوني في قصر ትልቅ ግቢ ውስጥ አስገቡኝ። ثم إلى دار فيه ከዛም ወደ አንድ ቤት ውስጥ አስገቡኝ። حتى انتهيت إلى سرير ወደ አንዱ አልጋ በደረስኩኝ ጊዜ عليه واحدة من الحور العين አንዲት ሁረል አይን አለች፣ كأنها اللؤلؤ المكنون የተሸፈነ ሉሉ የመሰለች። فقالت لي አለችኝ ለኔ قد طال انتظارنا إياك አንተን መጠበቃችን ረዘመብን። فقلت لها أين أنا የት ነው ያለሁትን ያልኳት። فقالت أنت في جنة المأوى በመኖሪያህ ጀነት ውስጥ ነህ قالت አለችኝ። أنت في جنة المأوى አንተ በመኖሪያህ ጀነት ውስጥ ነህ ያለኸው አለችኝ። قلت ومن أنت አንቺስ ማን ነሽ አልኳት። قالت أنا زوجتك الخالد እኔ ዘውተሪዋ ባለቤትህ ነኝ አለችኝ። فمددت يدي إليها እጄን ወደ እሷ ዘረጋሁ። فردتها بلطف وقالت ቀስ አድርጋ መለሰችውና አለችኝ أما اليوم فلا ዛሬ እንኳ አይደለም إنك راجع إلى الدنيا ወደ ዱንያ ትመለሳለህ ዛሬ አለችኝ። قلت لا أريد الرجوع መመለስ አልፈልግም አልኳት። قلت لا أريد الرجوع መመለስ አልፈልግም አልኳት። فقالت لا بد من ذلك እሱ ግድ ነው አለችኝ። وستقيم هناك يعني في الدنيا 3 እዚያ 3 ቀን በዱንያ ትቆያለህ፣ ثم تفطر عندنا إن شاء الله تعالى ከዛም እኛ ጋር ታፈጥራለህ ኢንሻአላህ አለችኝ። قلت بل الليلة ዛሬ ሌሊት ነው እንጂ قالت إنه كان أمرا مقضيا ይህ የተወሰነ ጉዳይ ነው አለችኝ። ثم قامت من مجلسها ከዛም ከተቀመጠችበት ተነሳች። فوثبت لقيامها ስትነሳ እኔም ብድግ ስል فإذا أنا قد استيقظت ከእንቅልፌ ነቃው። وأنا أسألك بالله لا تحدث بحديثي በአላህ ጠይቀሃለሁ ይሄን ወሬ ለማንም እንዳታወራብኝ፣ واسترني ما حييت በህይወት እስካለሁ ድረስ ደብቅልኝ። قلت أبشر አብሽር አልኩት። فلقد كشف الله لك ثواب አላህ عملك የሥራህን ምንዳ ሳይቶ ገልጾልሃል አልኩት። ثم قام ከዛም ተነሳና فتطهر ተጸዳዳ፣ واغتسل ومس طيبا ተጣጠበና ሽቶ ተቀባባ። ثم حمل سلاحه ከዛም መሳሪያውን ተሸከመ። ونزل إلى أرض القتال وهو صائم ጦርነቱ ሜዳ ወረደ ጾመኛ ሆኖ وظل يقاتل حتى الليل እስከ ሌሊቱ የተጋደለ ቆየ። فلما انصرف أصحابه وهو فيهم ጓደኞቹ ሲመለሱ قالوا يا أبا الوليد ያ አበል ወሊድ لقد አሉ፣ رأينا من هذا الرجل عجبا ከዚህ ሰውዬ የሚገርም ነገር አይተናል። حرص على الشهادة ለሸሃዳ ጓጉቶ وطرح نفسه تحت السهام ራሱን ቀስትና ጦር ስር ሲጥል ነበር። وطرح نفسه تحت السهام والرماح ራሱን ቀስትና ጦር ስር ሲጥል ነበር። وكل ذلك يصرف عنه ይሄ ሁሉ የሆነ ግን የሚከላከልለት ነገር ነበር። قلت في نفسي በውስጤ እንዲህ አልኩ፣ لو تعلمون خبره የእሱን ነገር ብታውቁ፣ لو تعلمون خبره የእሱን ነገር ብታውቁ لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ትንሽ ስቃችሁ ብዙ ታለቅሱ ነበር قال فأفطر على قليل من አለ። الطعام በትንሽ ምግብ አፈጠረ። وبات ليلته قائما ሌሊቱን ሙሉ የሰገደ አደረ። فلما أصبح በነጋ ጊዜ صنع كصنيعه بالأمس ትናንት ያደረገውን አደረገ። وفي آخر النهار عاد هو وأصحابه በቀኑ መጨረሻ ላይም እሱና ጓደኞቹ ተመለሱ። وذكروا عنه مثل ما ذكروا بالأمس ስለሱም ልክ ትናንት እንዳሉት አሉኝ። حتى إذا كان اليوم الثالث በሶስተኛው ቀን ላይ انطلقت معه ከሱ ጋር ሄድኩ። وقلت لا بد أن أشهد أمره የግድ ነገሩን ማየት አለብኝ አልኩ፣ وأرى ما يكون የሚሆነውን ለመመልከት። فلم يزل يقاتل ከመጋደል አላረፈም። ويكبد الأعداء الخسائر ጠላትን ክስረት እያከናነባቸው وينكل فيهم ويصنع العاجل እያጠቃቸውና የሚያስገርም ነገር እየፈጸመባቸው፣ وهو يبحث عن القتل والموت እሱ مضالا መገደልና መሞት መገናኛ መንገድን እየፈለገ وأنا أراه وأرعاه بعيني እኔም ባይኔ ያየሁትና እየተመለከትኩት ولا أستطيع الدنو منه ልጠጋው ብል አልቻልኩም ነበር። حتى إذا نزلت الشمس نزولا
ፀሐይ ወደ መግቢያው አስታሽቆለቁል وهو أنشط ما كان ከነበረበት የበለጠ ተነቃቃ። فإذا برجل من أعلى الحصن ወዲያው ከምሽጉ ላይ አንድ ሰው በቀስት قد تعمده بسهم አነጣጥሮ ወደሱ ወረወረ። فوقع في نحره فخر صريعا وأنا አንገቱ أنظر ላይ إليه ተሰካና እያየሁ ተሸንፎ ወደቀ። فصحت بالناس ወደ ሰዎች ጮህኩ። فحملوه وبه رمق من حياة የመጨረሻ ህይወቱ እያለች ተሸክመው አመጡት። وجاءوا به يحملونه ወደዚህ አመጡት። فلما رأيته قلت له ባየሁት ጊዜ አልኩት هنيئا لك ما تفطر عليه الليلة እንኳን ደስ አለህ ዛሬ ሌሊት ስለምታፈጥርበት። قلت له አልኩት ለሱ هنيئا لك ما تفطر عليه الليلة እንኳን ደስ አለህ ዛሬ ሌሊት ስለምታፈጥርበት። يا ليتني كنت معك فأفوز فوزا عظيما ወይኔ አብሬ ሁኜ ብሆን ታላቅ ድልን በተጎናጸፍኩ ነበር። فعض شفته السفلى የታችኛውን ከንፈር ነከሰና وأومأ إلي ببصره وهو يضحك እየሳቀ በአንድ አይኑ ጠቀሰኝ። وقال اكتم أمري ስለ ጉዳዩ ደብቅልኝ አለኝ። وقال اكتم أمري ጉዳይን ደብቅልኝ አለኝ። والملتقى الجنة መገናኛችን ጀነት ነውና። ثم قال ከዛም አለ الحمد لله الذي صدقنا وعده ምስጋና ለአላህ ይሁን ተስፋ ቃሉን ለሞላልኝ። فوالله ما تكلم بشيء ወላሂ غيره ከዛ ወዲያ ምንም አልተናገረም። ثم فاضت روحه وآيات الله ከዛም تنادي ህይወቱ አለፈች የአላህ ቃልም እየጠራው። ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا እነዚያን በአላህ መንገድ የተገደሉትን ሙታን ብለህ አትገምታቸው። ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله እነዚያን በአላህ መንገድ የተገደሉትን ሙታን ብለህ አትገምታቸው። بل أحياء عند ربهم يرزقون በእርግጥ እነሱ ጌታቸው ዘንድ ሕያው ናቸው፣ ይመገባሉ። አኼራ ቲዩብ እስላማዊ ቻናል